3 منهوات يا صديقي بالنسبه لي. معاكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من قناه خالد انمي. احنا النهارده يا صديقي جايين نتكلم عن 3 منهوات بذوقي الشخصي. ومعانا في رقم 1 منهوه السفاح، واللي عامل المنهوه ديت هي قناه الملخص الفشيخ. انا عن نفسي اتفرجت عليها ملخص، لكن انت عادي خالص ممكن تروح تقراها. بجد المنهوه جامده، هتتكلم عن شخص عنده الايديا، والايديا دي يا صديقي بكل اختصار كده هي الروح. ولما تروح تسمع الملخص هتفهم اكتر او تروح تقراها. هي الروح كده بتتشكل في هيئه سلاح، يتم بقى قياس قوه السلاح دوت، وعلى اساسه بيتم تحديد رتبتك من اس ل اي، زي الصيادين كده في عالم سولو ليفلنج. ولكن القصه جامده، والبطل بتاعنا طبعا في الرتبه الحضيض وبيتم التنمر عليه، ولكن في الحقيقه هو سفاح قاتل. والمنهوه جميله وانصحك جدا انك تروح تتفرج عليها. صديقي المنهوه الثانيه فانا سمعتها في ملخص مانجا، والمنهوه صديقي بتتكلم بكل بساطه ان بيظهر علامات غريبه على الايد دي بتحدد اذا كنت هتبقى سياف او ساحر او ايا يكن. ما ينفعش تبقى غير فئه واحده بس، اذا كنت سياف او خيميائي او ساحر. وبطلنا يا صديقي بيتولد بعلامه مميزه هي علامه اللا شيء، وبيدخل اختبار انه يبقى صياد اكتر من مره ولكنه بيترفض. برضه يا صديقي الصيادين بيتقسموا من اس لاي. اما البطل بتاعنا بقى صديقه بيتقبل وقدم يا صديقي في 3 سنين مختلفه واترفض. وصديقه اللي اتقبل من اول مره وحاليا هو في رتبه ايه جه وخلاه يروح معاه المقبره بتاعه المؤسسين، وهتفهم دلوقتي. وبعد كده قتله. فبطلنا يا صديقي العلامه بتاعته دي هتطلع مميزه جدا، لانه هيقدر ان هو ياخد المؤسسين جواها، ويقدر ان هو يستخدم قوتهم كلهم. فبطلنا هيبقى اقوى مستخدم في العالم بتاعه. مشهد يا صديقي في المنهوه دي فكرني جدا بمشهد عظيم في ديمون سلاير. روح اتفرج على المنهوه وارجع اكتب لي في الكومنتس المشهد دوت، ولو حذرت صح هظهر اسمك في الفيديو الجاي. ونروح يا صديقي لثالث منهوه واخر منهوه معانا، وهي المنهوه اللي دخلتني عالم المنهوه عموما، منهوه يوريان. والبطل دوت يا صديقي اي نعم المنهوه ديت مش المنهوه الجامده موت، ولكنها حلوه وعجباني انا شخصيا. ويا صديقي المنهوه بكل بساطه ان البطل بتاعنا يوريان بيحب ان هو يساعد الناس ولكنه في الظل، وبيموت يا صديقي وبينتقل لعالم تاني. والملكه بتاعت العالم دوت، او بمعنى اصح ملكه الجنيات بتاعت العالم دوت، بتديله قوتها، وبيبقى يوريان اقوى واحد في العالم. ولكن مع ذلك لو اظهر قوته لاي شخص قلبه هيتفجر. وهي دي يا صديقي المنهوات الثلاثه اللي انا شخصيا بحبهم جدا ومستني الفصول الجديده بتاعتهم. واكتب لي تحت في الكومنتس ايه المنهوات اللي انت بتحبها وترشحها لي ان اقراها، وتعمل سبسكرايب ولايك. وبس كده يا صديقي، سلام.